بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الآية دي تخليك تبقى مرعوب. يعني إيدك هتتكلم، لسانك هيتكلم لوحده، ورجلك كمان هتتكلم وتقول أنت كنت بتعمل إيه. يعني أنت كل أعضائك هتبقى ضدك يوم القيامة. يعني أنت لو في الدنيا بتسرق وبتمد إيدك على حاجة مش بتاعتك، وأنكرت في الدنيا لأ مش أنا اللي عملت كذا، يبقى أنت عندك اتنين استخدمتهم انت انك تكذب: ايدك ولسانك. ايدك اللي سرقت بيها، ولسانك اللي انكر السرقة. طيب يوم القيامة لسانك هيتكلم ويقول الحقيقة لانه بيعبد ربنا. لسانك بيسبح لوحده، ايدك بتسبح لربنا، وهم موجودين في حياتك تسبيحا لربنا وخدمة ليك بأمر من ربنا، مش بأمر منك انت. انا ما بحركش ايدي بمزاجي، ربنا اللي مخليني احرك ايدي. ما بتكلمش بمزاجي، ربنا اللي مخليني اتكلم. فاذا اللسان، سيطرة اللسان والايد والكلام ده كله مش بتوعك انت، او انت اللي بتتحكم فيهم. ربنا اللي مديك الطاقة انك تتحكم فيهم. لكن دول يوم القيامة هيتكلموا عليك وهيقولوا اللي حصل بالظبط. لو سرقت هيقول الايد دي هتتكلم وتقول انا سرقت، اللسان ده هيتكلم ويقول انا كدبت او حلفت كذب او انكرت او شهدت شهادة زور. رجلك هتقول انت كنت بتروح فين. انا رحت المكان الفلاني اللي كنت بتعمل فيه حاجة غلط. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فأنت بتضحك على مين؟ يعني هتروح فين؟ أنت بتضحك على مين وهتروح فين؟ ده أنت جسمك نفسه هيشهد عليك يوم الدين. فمفيش فايدة اللي أنت بتعمله ده، مفيش فايدة. أي حاجة خدتها حرام بإيدك، كلت حرام بلسانك، بصيت بعينيك على حاجة حرام، كل ده هيشهد عليك يوم القيامة. مش هيبقوا معاك. مش هتقدر تكذب. تخيل بقى انك يوم القيامة غصب عنك هتقول الحقيقة، لان كل اعضائك هتقول الحقيقة لربنا، لانهم بيعبدوا ربنا وبيسبحوه ومسخرين ليك في الدنيا، وليس تحت امرك. هم مسخرين ليك بمساعدة من ربنا، فلذلك لازم يكون ولائهم لربنا ويعترفوا عليك بما انكرته في الدنيا. وهتروحوا فين؟ اللي بيكذب واللي بيسرق واللي بيعمل واللي بياكل حرام، هتروح فين؟ ده انت جسمك هيشهد عليك. نركز شوية كده ونعمل الصح.